اتفضلوا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عجبتني خالص المواضيع اللي خدام الاجتماع محضرينها، طريقتها جميلة وتقسيمتها حلوة خالص، والفقرات الجميلة اللي محضرينها لكم واضح انهم يعني مهتمين، فنشكر ربنا على نعمته ان عندكم اجتماع حلو. في وشوش كتير انا عارفها، مش عارف عارفكم يعني، صح يا ستيفن؟ صح. طيب انا كنت هقرا معاكم الانجيل اللي الاستاذ بتاع المسابقه قراه، استاذ ديفيد اسمه. طب اسمه زي اسمي. هو الانجيل ده كان فين اللي هو قراه؟ حد فاكر بدايته ايه؟ متى. كويس. متى فين في متى؟ متى 6. برافو عليكم. متى 6 ده بيتكلم عن ايه؟ كنوز. كل متى 6 بيتكلم عن كنوز. ماشي. متى 6 ده جاي وسط ايه؟ طيب وسط ايه؟ برافو عليكي، وسط الموعظة على الجبل اللي هي في متى 5-7. الجزء اللي احنا قريناه ده او اللي اتقرا عليكم اللي هو بدأ بلا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، اخره آية مهمة. ايه الآية اللي في اخره خالص؟ اللي في اخر الانجيل بتاع يوم حد الكنوز. اقراه لكم تاني ولا انتوا مش فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ طب الولاد ممكن تردوا عليا؟ الرجاله انت كنت بتعمل مسابقه وكانوا بيسمعوك، هتقعد انت تعمل لهم دوشه؟ هطردك بره. عايزين نركز، كفايه الدوشه اللي بره. لا استني، انت بيبين عليكي كده، الحلوين بيبانوا. اخر آية ايه؟ لا غلط بقى، بتغششهم غلط. لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ملكوت الله يعني ايه؟ ملكوت الله ايه رأيكم؟ انتوا عارفين يعني ايه ملكوت السماوات او ملكوت الله؟ حد يقول لي يعني ايه ملكوت الله؟ يعني ايه ملكوت الله؟ كده الصوت كويس؟ سامعيني كده؟ مش كويس؟ طب هو بعد اذنك ممكن اقرب تاني عشان هما مش سامعين. يعني ايه ملكوت الله يا شباب؟ انا قدامي وعظة طويلة دسمة انجيلية مركزة، فانا معاكم صدقني هطلعك. ايوه انت ديفيد. انت ايه الاسم ده؟ يعني ايه ملكوت الله؟ السماء. شكرا. غلط، اجابة غلط. ملكوت الله مش يعني السماء. مكان ربنا عمله لولاده، مالهم؟ يسكنوه، اللي يختاروه. اوكي غلط. لا هو السماء ولا هو مكان ربنا عمله لولاده. يعني ايه ملكوت الله؟ يعني ايه ملكوت؟ مملكة. غلط. الآخرة. غلط غلط غلط، 3 غلط. أنا حاسس يعني أنا عاذركم. يعني إيه ملكوت؟ ليه ما اسمهاش مملكة الله واسمها ملكوت الله؟ أبونا ده شكله هيخرف يقول لنا حاجات غير اللي احنا عارفينها. مسيحية جديدة. ايه الفرق في الكلمة؟ سيبك من الأرضية، يعني ايه الفرق بين كلمة ملكوت وكلمة مملكة؟ حد يعرف لغويا؟ انت اسمك انت أبانوب، برافو عليك. حد بيحكم ملكوت؟ نعم. لا مش شرط غصب عنه. ملكوت يعني فعل
مستمر في حكم يملك فيه الله. يبقى ملكوت الله يعني حكم الله، ملك الله، مش يعني مكان. فلما ربنا يقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، قصده ايه؟ طب ما يمكن آية عابرة كده جت في النص. على فكرة كلمة ملكوت السماوات او ملكوت الله اللي جت في انجيل متى جت اكتر من 50 مرة، جت حوالي 55 مرة. انجيل متى كام اصحاح؟ عشان انتوا بتحبوا المسابقات. كام؟ 28. 55 مرة يعني نسبة شكلها عاملة ازاي؟ نص 55 مرة على 28 تبقى نص. تبقى كام يا اخوة؟ 2.5 هعيط. 1.5، حوالي 1.5 مرة كل اصحاح. يبقى واضح ان موضوع ملكوت السماوات ده شاغل مين؟ شاغل ربنا يسوع. معلش الشباب يعني هنبقى مع بعض، معلش بعد اذنكم هنبقى مع بعض، معلش عشان موضوع مهم قوي لازم تبقوا عارفينه. ربنا يسوع ذكر الكلمة دي حوالي 55 مرة في إنجيل متى. في الموعظة على الجبل جت أكتر من 8 مرات ملكوت السماوات. طب إيه موضوع ملكوت السماوات؟ يعني إيه ملكوت السماوات؟ يعني إيه؟ لما تبصوا كده على ال3 أناجيل الإزائية اللي هم متى ومرقس ولوقا، تلاقوا كده كل واحد في البشرين ال3 دول لخص خدمة المسيح في بدايتها خالص. المسيح كان بيقول ايه؟ توبوا يا بنت، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. دي خلاصة خدمة المسيح. قالها متى، قالها مرقس، قالها لوقا، ال3 قالوا نفس الحاجة. كان عايز يقول انه المسيح جاي عشان كده. احنا دايما المسيح بالنسبة لنا عمل معجزات واتصلب ومات وقام، صح، بس كل ده ليه؟ كل ده جزء من حاجة اكبر اسمها ملكوت السماوات. عشان كده الكنيسة حطت في اول الصوم ان ده اول حاجة تبص عليها، مش ان احنا نروح السماء. امال ايه؟ امال ايه؟ ان الله يملك دلوقتي. هنشوف اكتر، نفهم مع بعض اكتر المفهوم ده. امتى بدأ ربنا، امتى بدأ الكتاب المقدس يتكلم عن ان حد يملك، حد يبقى ليه حكم، يبقى ليه ملك؟ حد يعرف امتى؟ في سفر صموئيل الاول. اوكي، حد عنده رأي اخر؟ ايوه انجيل متى عن الرب يسوع. صح، بس في حاجة قبلها شوية. حد يحب يقول؟ أو أي حاجة عايزين تعرفوا بدايتها رجعوا لسفر التكوين صح الأول. بداية أي حاجة في الكتاب المقدس رجعوا لسفر التكوين صح الأول، هتلاقوا كل حاجة موجودة فيه. ركزوا بقى معايا في سفر التكوين صح الأول. يقول كده في آية 27: فخلق الله الإنسان. لا أنا مش هنا خالص، حاول تمشي معايا. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وكل حيوان يدب على الأرض. هنا ربنا بيعمل ايه؟ بيدي الإنسان الحكم بتاعه. مين بيحكم في السماء؟ الله. طب مين بيحكم في الأرض؟ الله أعطى الإنسان يبقى المندوب بتاعه على الأرض، يبقى صورته، وصورته دي تبان في إيه؟ تبان في حاجات كتير، قدرته على التعبير، الحرية، المساحة، الابتكار، الإبداع، التكامل، الشركة. الله ثالوث، خلق البشر في شكل عيلة اللي هم آدم وحواء، بينهم شركة، لكن اداهم السلطان، تسلطوا. يبقى الله أعطى السلطان للبشر يحكموا بأنهي حكم؟ بحكمهم هم؟ لا، بحكمه هو. يبقوا قادة للخليقة إنها تعرف ربنا، يوحدوا الخليقة بربنا. دي كانت البلان بتاعت مين؟ ربنا. إذن ملكوت السماوات هو
دخول العالم السماوي، عالم السماويات ده فين؟ في الأرض، في مساحة مشتركة. هي دي اسمها ايه؟ سكن الله مع الناس، اللي هي جنة عدن، اللي هي بعد كده هتبقى أورشليم السماوية اللي انت قلت لي يسكنوا مع بعض. لكن كلمة ملكوت الله، الله يحكم، الله يحكم، الله هو الملك. في وعظة جميلة لابونا بشوي كامل اسمها يسوع ملك القلوب، على يوم حد الشعانين، وباسمعوها. يبقى ملكوت السماوات يعني ملك الله، ملكوت السماوات يعني تلاقي بين عالم السماويات وعالم الأرض، وشركة في السلطان في الحكم بين الله وبين البشر. فاهمين المعنى ده يا جماعة؟ ده مهم تفهموه. ليه؟ علشان طول ما احنا عايشين بفكرة عايز اروح السماء اللي هي حاجة بعيدة، وانا هعيش دلوقتي في حياة وهبقى اروح السماء بعدين، دايما هفضل أجل، دايما هفضل بتكلم عن حاجة غيبية كده مش فاهمها. لكن ربنا قال اطلبوا ملكوت الله. يعني ايه؟ اطلبوا ان الله يحكم. امتى؟ دلوقتي. فين؟ هنشوف بقى فين. طبعا ملكوت السماء حياة مستمرة. ربنا ادى الحياة للبشر واداهم هم يدوا الحياة. آدم وحواء ادوا حياة لأولادهم، وبابا وماما ادونا حياة، وهكذا. كله فرح، كله سلام، لأنه ما فيش خصام. الإنسان من جواه مش متخاصم مع نفسه، احنا جوانا متخاصمين مع نفسنا. في نمو، بنعرف ربنا أكتر، بنعرف مهمتنا أكتر، بنشتغل أكتر عشان نحقق الرسالة اللي هو خلقنا عشانها. طب ده هنا بس؟ لا، حتى كمان لما ننتقل في الحياة الأبدية في حرية طبعا، لأن أنا عايش بعمل الحاجة اللي أنا مدعو ليها، مش عايش مستعبد لحاجة بعملها وأنا مش عايز أعملها. كل ده جوه ملكوت السماوات. طب إيه اللي حصل في تكوين 3؟ مصيبة المصايب. إيه اللي حصل في تكوين 3؟ الإنسان قال، البشر قالوا لنملك بدون الله. هما كان ليهم سلطان. آدم ده كان ينادي الأسد يجي، حواء تمسك الحيوانات كده تلعب معاها عادي خالص. بيزرعوا وبيرعوا الحيوانات وبيرعوا الخليقة كلها، هما تاج الخليقة هما الاتنين. كان فيهم حد أعلى من التاني؟ خالص خالص. كانوا بيكملوا بعض الاتنين، صورة الله، في تكامل، في شركة. لكن أول ما قالوا لنملك بدون الله وما بقوش قادرين يثقوا في الوصية اللي ربنا اداها لهم، حصل إيه؟ سقطوا، فشلوا في إنهم يثقوا في ربنا. وده حال البشرية. يقول كده في سفر أيوب، لما تراكم الشر بقى وزاد الخطية، يقول الأرض مسلمة ليد الشرير. الأرض مسلمة ليد الشرير. زاد الشر. سمعنا عن واحد اسمه لامك بيتجوز 2. أول مرة نسمع ده الجيل السابع بعد آدم. مش شبعان بمراته، عايز يتجوز واحدة تانية، ويقول أنا لو واحد ضربني، لوط ينتقم له 7 أضعاف، أنا ينتقم لي 70 ضعف. يعني ياخد حقي إيه؟ أردها له 70 مرة. وزاد الشر، زاد الشر، وشوفنا الطوفان. ربنا بعت الطوفان، وطلع من الطوفان بعيلة. عيلة مين؟ نوح، صح. طب عيلة نوح خلفوا وجات جيل ورا جيل ورا جيل. كانوا أبرار ولا أشرار؟ عملوا حاجة اسمها إيه؟ بنوا إيه؟ برج بابل. شاطرة. برج بابل ده بنوه ليه؟ عشان يعندوا مع ربنا. انت مش هتقدر تعمل فينا طوفان تاني، احنا بقى هنطلع فوق ونغلبك، مش عايزينك تحكم علينا، احنا ملوك نحكم على نفسنا من غيرك. ربنا بلبل ألسنتهم، وطلع من برج بابل بإيه؟ بعيلة. عيلة مين؟ دي أسئلة صعبة بقى، مش الأسئلة بتاعتكم. عيلة مين؟ طلع من برج بابل بعيلة يبدأ بيها تاني. عيلة مين؟ لما البشر سقطوا ورفضوا ربنا بلبل ألسنتهم. اوكي، وبعدها اختار مين؟
يعمل منه عيلة؟ إبراهيم. يبقى دايما ربنا بيبدأ بإيه؟ بعيلة، والعيلة دي عايز تبقى هي اللي فيها الحكم بتاعه. يبقى في عيلة إبراهيم دي ربنا بيحكم، ربنا هو الملك. باقي البشر لا، لسه ربنا مش ملك. وشوفنا ملوك بعد كده. مين وقف قصاد ربنا كده وتحداه وقال له انت مش ملك، انا الملك، انت مش اله، انا الاله؟ مين؟ الحمد لله ان هو مش معايا. شاول ما قالش انت مش اله انا الاله. مين؟ فرعون. انت شاطر، اسمك ايه؟ كيرو. برافو يا كيرو. فرعون قال مين الهك ده؟ انا معرفش الهك. وشوفنا معركة كده بين اله ارضي، انجاز التعبير، اللي هو فرعون عامل نفسه يعني اله ارضي، ملك رافض ملك الله. ربنا يطلع الشعب، ونسمع اول مرة يتقال على ربنا فيها ملك فين؟ في سفر الخروج اصحاح 15، لما الشعب عبر البحر وقالوا نشيد جميل قوي بنقوله في التسبحة. ده برافو عليك، حصلتني. نشيد جميل قوي بنقوله في التسبحة، اخره بيقول الرب يملك الى الدهر والى الابد. اول مرة نسمع ان الرب يملك، الرب بقى ملك. هنا بدأ يظهر حاجة اسمها ايه؟ ملكوت الله. وكان ربنا يظهر ظهور مهيب مخوف على جبل، والناس تخاف من كتر المنظر والرعد والبرق والدخان والجبل بيتهز. ويطلع موسى ياخد الوصايا يقول لهم دي وصايا شعب ربنا. وبعد كده يجي قضاة، وبعد كده الشعب يقول مش عايزين قضاة، مش عايزين ربنا يملك علينا، عايزين ملك. ايام شاول، وربنا يقول لهم ماشي جيب لكم ملك، بس تفضلوا شعبي وافضل انا ملك عليكم، والملك بتاعكم يحكم بشريعتي. جت ملوك كتير على اسرائيل، حوالي 40 ملك، معظمهم كانوا ايه؟ اشرار. لكن ربنا كان ليه حضور وسط الشعب اسمه ايه؟ السكنة او المسكن كان اسمهم ايه؟ ربنا كان فين؟ حاضر فين وسط الشعب؟ موجود فين وسط شعبه؟ خيمة الاجتماع، وبعد كده الهيكل، عشان يقول ايه؟ دي مملكتي، انا ملكوتي هنا، انا بملك هنا، انا حاضر هنا، كل اللي ولادي حواليا هنا. هل فضلوا الناس ماشيين ورا ربنا؟ الحقيقة لا، لدرجة ان واحد من الملوك معظمهم كانوا اشرار، كانوا بيجيبوا الاوثان يحطوها جوه الهيكل. الوثن اللي كانوا بيقدموا عيالهم عليه ذبيحة اسمه مولك، كانوا يحطوه عند الهيكل كده ويقدموا عيالهم ذبيحة تتحرق للإله ده، الإله مولك ده. طب ازاي ده؟ انتم ملوك اسرائيل، ده انتم المفروض تعرفوا ربنا، تعرفوا الناس عن ربنا، ازاي تعملوا كده؟ كل الشعب زاغ، لغاية لما ربنا قعد يحذر يحذر يحذر، وبعت لهم حاجة اسمها ايه؟ سبي بابل. واتنفى الشعب زي ما اتنفى آدم وحواء من جنة عدن، اتنفى شعب ربنا وما بقاش ربنا بيملك. ورجعت إسرائيل اللي هي كان المفروض المكان اللي فيه حكم الله، رجعت خاربة وخاوية تاني. لكن أنا هنا بقى عايزك تحاول تحصلني، يعني عدي كام واحدة كده هتلاقي ملكوت السماوات إشعياء 11 في نص كده. أيوة تمام كده. الوضع إيه؟ إن الوضع إن ربنا مش ملوش مكان يملك فيه. يا ولاد يا ولاد يا شباب يا حلوين، بليز ركزوا معايا. ربنا وسط كل ده بيملك فين؟ ربنا عيلته اللي كان المفروض يشهدوا له مش رفضوه، عبدوا أوثان كتير كتير كتير. راح بعت لهم السبي واتسابوا لبابل. لكن طلع نبوات كتير، هقرا لكم بالراحة عشان بس تحاولوا تفهموا. احنا مش عايزين نبقى حافظين كلام، عايزين نفهم كلمة ربنا. كلمة ربنا أعمق بكتير قوي من المسابقات. ركزوا في إشعياء 11 يقول ويخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. يسة أكنه شجرة
طلع منها جذع. الجذع ده هيخرج منه ماله ده؟ يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب. فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. في لغة هنا يقضي ويحكم، دي ايه دي؟ شبه ايه؟ لو حد كان مركز شبه ايه؟ تهتو؟ شبه ايه؟ ملكوت، شبه يتسلطون، صح؟ شبه اللي قالوا لآدم وحواء. هيجي بقى واحد من جذع يس، يعني إنسان ولا إله؟ جذع يس إنسان ولا إله؟ يس ده إيه؟ إنسان، جذعه يبقى إنسان هو كمان. يبقى هيجي إنسان يحكم بحكم ربنا. يبقى بدل آدم وحواء اللي سقطوا وبدل عيلة إبراهيم اللي سقطت، بس هيجي من جذع يس يعني داوود. هيجي واحد من نسل داوود، ده أيام إشعياء النبي. وبعد شوية بيقول عن ملكوت السماوات ده شكله إيه؟ يسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. يعني الحيوانات المفترسة مع الحيوانات المستأنسة هيبقوا مالهم؟ عايشين مع بعض. وولد صغير يسوقها. يرجع تاني في سلطان على الحيوانات، ويرجع الطبيعة اللي فسدت تتظبط تاني. الناس بدل ما بتدبح في بعض تبقى حلوة تاني. واحد كان يقول كده أنا كنت مفتريا ومضطهدا، دلوقتي بقيت عامل ازاي؟ بقيت حمل وديع. ايه اللي غيرك كده؟ مين ده اللي كان مفتريا ومضطهدا؟ أنبا موسى؟ ده في الكتاب المقدس. قول يا عم انت اللي مين؟ شاول الطرسوسي. فواضح ان ملكوت السماوات دي هيحصل حاجتين. مين هيملك؟ واحد من جذع يسة، انسان، وفي نفس الوقت الناس هتتغير طبيعتها. دي ملكوت السماوات. وآية 10 ويقول ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. فاكرين الجبل كان فوقيه مجد ربنا ظاهر، وفي الهيكل كان فيه مجد ربنا بيظهر أيام سليمان. طب إزاي يكون بقى الإنسان ده محله مجدا؟ يعني مجد ربنا هيحل في هذا الإنسان. ده في إشعياء كام اللي احنا قريناه؟ 11 عشان تفتكروا الحاجات دي. هروح لإشعياء 52 هقرا حتة تانية. احنا قلنا الهيكل بقى عامل ازاي؟ بقى خربان، وأورشليم خربانة. فبقى شوية ناس غلابة كده قاعدين بيوقفوا ناس دايما على الأسوار. اسمهم ايه؟ الناس اللي هم يعني بيراقبوا لو في حاجة هتحصل يعني. فبيقول نشيد كده جميل في إشعياء 52: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك إلهك. هو في إشعياء 11 مين اللي كان هيملك؟ جذع يسة. برافو يا تسوني، شاطرة. طب وهنا في إشعياء 52 اللي هو نفس السفر، مين اللي بيملك؟ هو مين اللي بيملك؟ يهوه هيرجع يملك تاني، ربنا هيرجع يحكم تاني بعد ما كان سابنا، بعد ما الهيكل خرب. وفي نفس الوقت عرفنا ان جذع يسة ده هو اللي هيملك. اذا واضح ان النبوات بتشاور على انسان، وبتشاور على حكم ربنا من خلال هذا الانسان. يقول كده صوت مراقبيكي، دول اللي هم بيسموهم الواتشمن، الناس اللي بيقفوا المراقبين دول مستنيين، يرفعون صوتهم يترنمون معا لأنهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيون. ربنا يرجع تاني يملك في شعبه. أشيدي ترنمي معا يا خرب أورشليم، لأن الرب قد عز شعبه فدى أورشليم، حررهم من العبودية اللي هم فيها. أنا بحاول أفهمكم أو أوصل معاكم يعني إيه ملكوت السماوات، لأن المعنى أعمق بكتير، ولما نفهمه صح هنعرف نعيش صح. مش هتبقى وصايا تقيلة
عارفينها ومش عارفين نعيشها ازاي. اوكي، انا بس بحاول اقول لكم احنا بنعمل ايه. لما ننط لدانيال 7، دانيال كان امتى؟ اشعياء قبل السبي بحوالي 100 سنة. دانيال كان جوه السبي، صح؟ كان في السبي نفسه. يقول ايه في دانيال 7:13؟ كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان. ودي كلمة مهمة جدا، المسيح استخدمها كتير قوي. كان بيقول على نفسه ايه؟ ابن الانسان. كان بيشاور على دي، واليهود فاهمينها كويس، فاهمين النبوة دي. انا شفت دانيال بيقول في رؤيا حد ابن انسان ماله اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه. قدم ذبيحة لقديم الايام اللي هو الاب، فأعطي ابن الإنسان سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. إذن ابن الإنسان ده هتتعبد له الشعوب. يبقى ابن الإنسان ده مين؟ هو نفسه يهوه اللي اتقال عنه في أشعياء 52 قد ملك إلهك. وفي آية 27 في دانيال 7: والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت السماء تعطى لشعب قديسي العلي. يبقى مين هيحكمه مع ابن الإنسان؟ شعب قديسي العلي. شعب قديسي العلي. يبقى كل الناس اللي ارتبطوا بابن الإنسان ده هم كمان هيملكوا معاه. يبقى ملكوت السماوات، احنا تخيلوا معانا ان احنا يهود في العهد القديم بنحاول نفهم. يبقى ملكوت السماوات ده هيحصل فيه ايه؟ هيجي واحد من جذع يسة وهيحكم بطريقة ربنا مش بطريقة الناس. كل الملوك كانوا معظمهم أشرار، وفي نفس الوقت يهوه هيرجع يملك تاني. ده إشعياء قال كده. دانيال قال ابن إنسان هتتعبد له كل الشعوب، هيقدم ذبيحة وتتعبد له كل الشعوب، وفي نفس الوقت كل قديسي العلي هيملكوا معاه. هو هيملك وكل قديسي العلي هيملكوا معاه. كل ده ملكوت السماوات. يبقى ملكوت السماوات هو ايه؟ هو حكم الله في خلقته من خلال شعبه اللي يمثله أول واحد ابن الله المتجسد. أول إنسان يمثل حكم الله، آدم الجديد. فالمسيح مثل حكم الله في الخليقة، وكل اللي اتحد بالمسيح هيملكوا معاه. هو ده ملكوت السماوات. طيب هو الوضع أيام المسيح كان إيه؟ إسرائيل أيام المسيح كانت عاملة إزاي؟ هل الناس كانوا مستنين الكلام ده؟ كانوا محتلين من الرومان، كانوا متمرمطين، كانوا متبهدلين على الآخر. الموضوع بتاع النهاردة اسمه إيه؟ اسمه إيه الموضوع بتاع النهاردة؟ مش انتوا بيبعتوا لكم بوستر؟ اسمه لما عدى عليا. عمل إيه لما عدى عليا؟ ده موضوع جميل قوي. غير فكري. غير فكري. طلع لنا كده السلايد اللي وراها. خمنوا معايا مين دول؟ خمنوا معايا يلا. مين دول؟ هي باينة؟ قول. المسيح وقيافة. انت قريب بس مش يعني 50% صح. اتفضلي. نيقوديموس والسيد المسيح. انتي صح بس مش هنسقف لك عشان مش بنسقف في الكنيسة. برافو عليكي. المسيح ونيقوديموس. ايه اللي حصل؟ نيقوديموس ده كان معلم إسرائيل ومستني ملكوت الله زي ناس كتير. في ناس كانوا مستنيين ملكوت الله، عملوا عصابة وقالوا الرومان دول ما ينفعش يحكموا هنا مكان حكم الله، هنحرر إسرائيل من حكم الله بان احنا نقتل الرومان. نقعد نعمل ايه؟ حرب استنزاف معاهم. اسمهم ايه؟ حد يعرف؟ جماعة ايه؟ الغيورين، اللي كان منهم سمعان الغيور، واحد من تلاميذ المسيح. في جماعة تاني قالت ايه؟ احنا هنحفظ الشريعة ونطبق احكامها ونعلم الناس ازاي يعيشوا بالشريعة. دول مين؟ مين؟ الفريسيين. في جماعة قالوا احنا لازم نتعامل مع الرومان،
ويبقى بينا ارتباط سياسي معاهم. دول كانوا رؤساء الكهنة اللي هم اسمهم ايه؟ الصدوقيين. في جماعة رابعة قالوا احنا هنعتزل خالص ونروح في حتة بعيدة ونعيش في الصحراء وناخد معانا الشريعة، أصفار الشريعة، ونقعد ايه نرددها، اسمهم الأسينيين. ماشي؟ فكل واحد كان فاهم ملكوت الله بفكر مختلف. نيقوديموس كان واحد من معلمين إسرائيل الكبار قوي، فقعد مع ربنا، قابله كده، قابل ربنا يسوع. بالنسبة له ده رباه يهودي، معلم يهودي، فقابله في السر. ركز في الحديث ده لأنه هو ده الموضوع بتاع النهاردة، بتاع غير فكري. قال له ايه؟ الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث. برافو. يقول كده: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. يبقى نيقوديموس كان شايف المسيح مختلف عن أي معلم تاني، لكنه كان شايف المسيح إيه؟ معلم. رد عليه المسيح قال له إيه؟ الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق عالم السماويات لا يقدر أن يرى ملكوت الله. إيه علاقة الرد ده باللي قاله نيقوديموس؟ المسيح بيغير فكره، بيشاور له على ملكوت الله. نيقوديموس بيقول له أنت أكيد معلم من عند ربنا. المسيح بيقول له إيه؟ بيقول له ملكوت الله جت، اللي انتوا مستنيينها انا جبتها لكم، بس عشان تشوفها لابد ان ايه؟ تولد من فوق، يبقى ليك كونكشن بالعالم السماوي، تتولد بهوية جديدة سماوية. نيقوديموس يعني مش فاهم كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ، لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد. هو لسه بيفكر في الولادة الأرضية، بيفكر في عالم الأرضيات. ربنا يسوع قال له الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء. الماء ده فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ والروح. حصل إيه بقى هنا؟ حصل دي: كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. نيقوديموس قاعد متعجب مش فاهم. ربنا يسوع قال له المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك أن ينبغي أن تولدوا من فوق. وبعدين بدأ يكلمه عن الروح القدس، وقال له الريح بتمشي، انت مش عارف جايه منين ورايحه فين، بس حاسس بيها. كذلك عمل روح ربنا. جاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن ان يكون هذا؟ مش فاهم فكري، مش فاهم. قال له انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا. نيقوديموس ما كانش فريسي عادي، كان رئيس معلمين. قال له الحق الحق اقول لك اننا ثالوث القدوس، إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ هتفهموا إزاي لو كلمتكم بقى في الأمور السماوية بتاعت ملكوت الله؟ أنا لسه بديكم بس المفتاح. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. ابن الإنسان تفكرنا بإيه؟ اللي فيكم شاطر تفكرنا بإيه؟ بإيه؟ مش سامع. بإيه؟ جذع يسا كانت في إشعياء 52 وإشعياء 11. دانيال 7. نيقوديموس عارفها ولا مش فاكرها؟ حافظها صم. فهو بيقول له ايه؟ ابن الانسان اللي دانيال اتكلم عنه من 600 سنة ولا من 500 سنة ده اصلا في السماء، وجالكوا على الارض عشان ياخدكوا ويصعد بيكوا تاني السماء، يفتح ملكوت الله. هنا نيقوديموس ايه؟ عينه ايه؟
بدأت تبرق كده، بدأ فكره يتغير. مش هنروح السماء لما نموت، لا لا لا، ده السماء جات لنا هنا في المسيح. وضح أكتر يا رب. كما رفع موسى الحية في البرية. السكة ازاي؟ انتوا كنتوا في البرية شعب بيموت بسبب التعابين، بسبب في موت. ربنا سمر الموت ده، أخذ الحية دي ورفعها كده على الصليب، فبقى كل اللي يشوف يخف. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان بين قوسين على الصليب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن ملكوت الله يعني السماء تيجي على الأرض والناس تتولد من جديد وميلاد سماوي وياخدوا الحياة الأبدية. إزاي ياخدوا الحياة الأبدية؟ لابد وإن ابن الإنسان اللي هو أصلا من السماء، اللي هو الكلمة اللوغوس الابن الوحيد، يحصل له إيه؟ يترفع على الصليب. إذا لابد يتجسد ويترفع على الصليب. ليه؟ عشان ما يهلكش كل من يؤمن به. وبعدين يقول أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. يبقى ابنه ده مين؟ ابن الله ده مين؟ هو بعينه مين؟ أنا عارف كلام لاهوتي تقيل بس انتوا شاطرين. ابن الله مين؟ هو ابن الإنسان، صح؟ مش هو قال له ابن الإنسان ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء؟ وبعدين نقول بذل ابنه. إذا ابن الله هو ابن الإنسان، هو جذع يسة، هو اللي هيملك، هو اللي هيدي، هو اللي هيجيب ملكوت السماوات على الأرض. احنا بقى ايه في القصة دي كلها؟ ايه احنا في القصة دي؟ احنا في حد الملكوت. اسبوع اسمه اسبوع الكنوز او الملكوت، وانا بحب الملكوت اكتر. تعليت المايك وطيه شوية. احنا في اسبوع كده احسن. احنا في اسبوع اسمه الملكوت. انا حبيت اشاور لكم يعني ايه الملكوت. الملكوت هو ان المسيح جاب لنا السماء على الارض وقال لنا تقدروا دلوقتي تدخلوا معايا في الملكوت اللي هو حكم الله. الله يملك. طيب كيف ملك الله؟ من خلال ايه؟ من خلال انه اترفع على الصليب، من خلال الحب، من خلال البذل. فكل واحد فينا علشان يدخل في الملكوت ده لابد انه يدخل من باب اسمه باب الحب. ربنا حب، ربنا حب، ما بيتدخلوش غير كده. مش مثلا هقعد ازعق لكم فتركزوا، فمش كده خالص. لابد ان انت تشوف هو عمل ايه عشانك. لابد ان انت تقول مع بولس الرسول احبني وبذل نفسه لاجلي. مش في اسبوع الالام، دلوقتي لما تدوق الحب ده تدخل بداية، حطيت رجلك في اول خطوة تدخل في العالم اللي السماء نزلت فيه على الارض ده، في ملكوت الله. يملك الله على قلبك. يقول كده بولس الرسول في كورنثوس الثانية الإصحاح 5: محبة المسيح تحصرنا. يعني ايه تحصرنا؟ يعني محوطة علينا وماسكة قلبنا جامد قوي. تلاقي قلبك يا رب تدوقه، تلاقي قلبك بيترعش من كتر ما انت منفوض من الحب بتاعه ده. تحصرنا. ليه بتقول كده يا بولس؟ ليه بتقول كده؟ بيقول نحن نحسب هذا، بنفكر كده، انه ان كان واحد مات لاجل الجميع. عشان خاطري الاخ اللي لابس اصفر بليز بعد اذنك كفايه كلام لو تسمح. الانجيل ده انجيل، سيبك من ابونا، بس ده انجيل. اسمع، انت محتاج تسمع. يقول كده: إذ نحن نحسب هذا إنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا.
متنا فيه. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. هو ده الملكوت. الملكوت ربنا بياخده يديهولنا على الأرض من خلال الصليب، من خلال الحب، من خلال البذل. فأنت تخش معاه في شركة الحب دي، تقول له أنا عايز أموت وأقوم معاك، فتلاقي المسيح عاش جواك، خدت حياته، اسمها بقيت إنسان جديد، دخل نور جواك. ده اسمه إيه؟ أول خطوة في طريق الملكوت. يبقى في ناس وسط العالم كده، عشان كده قالها ملكوت الله داخلكم. معلش أنا هنط حتت كتير. يبقى في ناس وسط العالم كده، دول مندوبين الملكوت، مندوبين الملكوت، النور اللي وسط الضلمة. المفروض مين؟ احنا. المفروض احنا. المسألة مش مسألة ما تغشش عشان انت مسيحي، او مسألة ما تكذبش عشان انت مسيحي، او مسألة ما تخشيش في علاقة غلط عشان انت مسيحية. موضوع اكبر بكتير من كده. الموضوع انه هو كل اللي عمله، كل الوجع والتعب والألم والبذل، صعبان عليا وان انتوا بتضحكوا، صعبان عليا قوي، انتوا صعبانين عليا. كل الوجع والتعب ده عشان يدخلنا الملكوت ده فينا، يديهولنا، فنبقى احنا صورته تاني زي آدم وحواء قبل السقوط، ونبقى احنا نور وسط الضلمة. يعني ايه الكلام ده بشكل عملي؟ يعني ايه الكلام ده؟ المسيح في انجيل متى قبل الموعظة على الجبل في الاول عمل ايه؟ جري كده وسط الناس كده ويقعد يقول توبوا اقترب ملكوت السماوات. دعوة، تعالوا توبوا، غيروا اتجاهكم، اقترب ملكوت السماوات. اللي انتم مستنيينه من ايام ادم وحواء وايام ابراهيم وايام داود وايام سليمان وايام اشعياء وايام دانيال وكل اللي انا وريته لكم ده، اهو جه خلاص، جه دلوقتي. توبوا بقى، غيروا اتجاهكم. توبوا يعني ميطانيا، غيروا اتجاهكم، بدل ما انتم ماشيين كده امشوا كده. وبعدين راح دعا شويه صيادين وشويه غلابه، قال لهم تعالوا سيبوا كل حاجه وتعالوا، مشوا وراه. وبدأ يكرز ويشفي ويعمل معجزات. وبعدين بدأ يعلم الموعظة على الجبل اللي أنا قلت لكم اللي فات ده، متى 4، موعظة على الجبل متى 5 6 7. إيه هي وصايا الملكوت زي موسى على الجبل. وبعدين في متى 8 و9 بدأ يشفي بقى، بدأ يرجع السلطان للبشر، يطلع الشياطين من الناس. إنسان بيخرج شياطين من ناس عليهم شياطين، يسكت العاصفة، يقول البحر يسكت يسكت، يشبع الجموع، يشفي الأبرص، يحرره من النجاسة، يغفر الخطايا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده رجع السلطان اللي كان ربنا اداه للبشر واتاخد من البشر، رجع تاني فيه هو كإنسان لينا، عشان هو عنده، هو ليه سلطان، هو الإله. لكن لو هو إنسان أخذ السلطان ده عشان يديهولنا احنا. لمين؟ لولاد الملكوت. اللي عملوا ايه بقى؟ اللي اختاروا يمشوا وراه في الدعوة دي. طب هو دعاهم، هو بيدعوك، بيقولك تعالى امشي ورايا. الملكوت ده لا قبلها كده، ارجع كمان، لا العكس، لا بعدها، لا يا واد، قبلها خلاص. اللي فيها 4، اللي فيها مش مهم تشوفوا، خليكم ركزوا خلاص، أنا هخلص. أيوة دي، برافو عليك. ربنا بيدعونا نمشي وراه. صدقوني مش وعظة هاجي أقولها وامشي، ولا هو برزنتيشن، ولا الموضوع كده خالص. موضوع أكبر بكتير. احنا مش هينفع نفضل عايشين عمرنا كله عايشين عايز أبقى أروح السماء. لا، هو جاب لنا السماء، جاب لنا ملكوته على الأرض. لو أنت عايز ربنا يملك في حياتك الأول، وبعدين تبقى جزء من عيلة كبيرة، هي عيلة النور دي اللي هي الكنيسة، لازم تفهم ده كويس. بيدعوك تمشي وراه، تقول له تعالى ورايا. هل عندك الثقة إنك تمشي وراه أيا كان الطريق اللي هيمشيك فيه؟ لأن الطريق مش هيبقى زي التوقعات.
أنا وريتكم الفريسيين والصدوقيين والأثينيين والغيورين وكل دول كان عندهم توقعات. ربنا قال لنيقوديموس كل ده غلط. الملكوت بيجي بصليب. صليب مين؟ ابن الإنسان اللي هو ابن الله المتجسد. فهل عندك استعداد تثق فيا وتقبل الدعوة دي ولا لأ؟ لو أنت لو سمحت قول له النهاردة بقى، أنت بينك وبينه قول له عايز أمشي وراك. هو أنا ما كنتش ماشي وراه؟ شوف أنت بقى كنت ماشي وراه ولا لأ. فهي دعوة انك تمشي وراه، وبالتالي هتشيل الصليب، لانه قال ان اراد احد ان ياتي ورائي هيعمل ايه؟ هينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. عشان كده في صوم. الصوم ده انت بتعمل ايه؟ بتنكر ذاتك شوية، بتجوع. صوم يعني جوع، بتاكل اكل بسيط عشان تنسى بقى الاكل وشوية وتركز في المسيح، تقعد مع ربنا اكتر. فانت لو صايم ما بتقعدش مع ربنا ما صمتش، حتى لو غيرت الاكل. فصوموا النهارده، ابدأوا صوموا بجد. طب في الرحلة دي، رحلة كلها معاناة وصوم، هيحصل لك انت شفاء بقى، هيشفيك من الفساد اللي ضرب، من البرص، من نجاسة، من وجع الذهن، من الانقسام اللي جواك. بدل ما هتبقى نفسك في حتة وقلبك في حتة وعقلك في حتة الخناقة دي كله هيتصالح. في الآخر هتعرف انت عايش ليه. هتعيش لرسالة. ايه الرسالة دي؟ انا عايز الرسالة دي تختصر في كلمة ليأتي ملكوتك. بتقولها امتى حضرتك؟ كل يوم بتقولها كتير ولا دريان بيها معناها ايه. يأتي ملكوتك يعني الله، امتى يا رب يجي اليوم اللي تبقى انت يا رب يسوع المسيح ملك كل الخليقة، مش بس اللي في السماء، اللي في الارض كمان. طب عبال ما يجي اليوم ده ويستعلن مجدك وكل الشعوب تسجد ليك، أنا هبقى جزء من النور بتاعك، جزء من ملكوتك ده. هو ده معنى الملكوت. يا أخت ربنا يسامحك، يا أخت يلي بتلوكي، يا أختي الحبيبة، بعد إذنك. يبقى دعوة إنك تمشي وراه، دعوة إنك تشيل الصليب، دعوة انك تثق فيه، دعوة انك تقمع جسدك لأجله، دعوة ان انت تتشفي. هيشفيك في الرحلة دي، هيشفيك صدقني. هو بيعرف. مفيش انسان يعرف يشفي انسان، هو اللي بيعرف. هيحررك من ذاتك فيشفيك، وبعدين هتعيش ليه، هتبقى نور وسط الضلمة. في صورة نفسي تشوفوها بتاعتها ملكوت الله داخلكم، لو تعرف تطلعها لي يا أستاذ الشاطر انت. هي دي. بصوا في ناس كتير في الصورة دي، ناس بس في ناس منورين أخدوا من النور بتاعه. احنا كلنا ولاده بالاسم، بس في ناس وسطكوا قاعدين قلبهم متكرس ليه، دول منورين. في ناس وسطكوا قاعدين لسه قلبهم هيتكرس ليه، هيظهر فيهم النور بعد كده. لسه هم في رحلة بيدوروا على نفسهم مش لاقيينها، هيلاقوها لما يتكرسوا ليه. يتكرسوا يعني ايه؟ مش هيغيروا شكلهم، مش لازم تبقى ابونا خالص ولا استاذ ولا تسوني، بس لازم تبقى بتاعه. يعني رايح الشغل انت بتاعه، عايز تشتغل بيها ازاي النهارده؟ انا بس ليه كلامي فيه وجع؟ لان كتير من ولاد ربنا مننا بقينا شبه ولاد العالم بالظبط في كل حاجه، ما بقاش باين ولاد المسيح. فاللي منورين قال له ده بيوجع قلبه، هو نزل واتذبح عشاني، تف في وشه عشاني. العالم مستخسر يقول ازاي ربنا يحصل فيه كده، انتوا بتعبدوا اله ضعيف. لا، هو مش اله ضعيف، هو اله قوي جدا، قوي في حبه لدرجة انه ينزل ويضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. بس الخيبة انه بعد ما يعمل كل ده، ها راني، بعد ما يعمل كل ده في الاخر احنا نبقى لا مبالاة كده. هي دي الخيبة، ده الوجع الرهيب. يعني عايزين نتوب وعايزين نرجع، عايزين نحبه. انا كنت هديكوا الانجيل اللي انتوا خدتوه بس هكتفي. الانجيل 4 حاجات مهمين قوي اللي انتوا قريتوه في الاول اللي كان فيه المسابقة. لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، حوشوا تحويش للملكوت، حوشوا حاجات تخليه
ملكوته يستعلن اكتر. اشتغلوا وتعبوا واشقوا، بس وانتوا بتشتغلوا اشتغلوا عشانه، مش عشان تحوشوا بالطمع. فاكرين ان انتوا هيبقى عندكم امان لما يبقى عندك فلوس اكتر. خالص مش هتديك امان، قيمتها بتروح في ثانيه. طب لو جبت ذهب، سوري يعني، واحد يدخل انتنسيف كير كل الذهب هيتباع. معلش، اشتغل وحوش، بس ما تحطش امانك في الماديات، مش هتديك امان مهما كانت عندك. اجتهد وخليك امين، بس اشهد له بامانتك. سراج الجسد هو العين، يعني عينك تنور تشوف الملكوت، تبقى عايش وسط الارض لكن عينك على الملكوت. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال، يعني المال ممكن يبقى سيد، خلي بالك يستعبدك، ما تسيبوش يستعبدك. لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون بما تشربون، يعني ايه؟ تشيلش الهم. بص كده على طيور السماء وزنابق الحقل، بيقول أليست الحياة أفضل من الطعام؟ أنا مديكوا حياة، هبخل عليكم بأكل. أليس الجسد أفضل من اللباس؟ مش أنا مديكوا جسد هبخل عليكم بلبس بهدمة؟ بيقول لكم كده أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. اطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله وبره. هو ده اللي تركزوا عليه. يجي الله يحكم في حياتي وفي الكوميونتي بتاعتنا، عشان يجي اليوم اللي يستعلن فيه حكمه لكل الناس. هيجي يوم تكثو أمام المسيح كل ركبة، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. أنت هتكون من أنهي فريق؟ اللي بيسجد وهو فرحان أخيرا ربنا ملك، ولا اللي بيسجد وهو يا خسارة يا رب ما كنتش ملك عليا وأنا عايش في الأرض؟ طريق الحياة وطريق الموت، اختار الحياة لتحيا. كل سنة وانتم طيبين. عايزين صوم فيه توبة وفي حب لربنا، ماشي؟ لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. حد عايز يسأل في حاجة بجد؟ هيضربوكي. هقولي علي صوتك. طب ابونا جه هو يجاوب الاسئله. قولي طب ايه السؤال؟ ما تمشيش عشان خاطر. ها، هنملك مع المسيح ازاي؟ المسيح ما خلقناش، برافو عليك انك سالتي لان انا ما وضحتهاش. المسيح ما خلقناش نبقى ماريونات بيتحكم فينا خالص، ما خلقناش كده. خلقنا علشان نبقى صورته ومثاله. صورته هو ليه سلطان، فادانا السلطان ده. يقول كده ان الخليقه دي كلها هتتجدد تاني، فهيبقى في سماء جديده وارض جديده وخليقه جديده واورشليم جديده. البشر اللي كانوا مع المسيح، اللي كانوا نور في العالم، دول نفسهم هيقودوا الخليقه الجديده دي نحو الله. يعني احنا كأن هيبقى في مخلوقات تانية جديده احنا هنقودها نحو الله. ازاي؟ مش عارف، سر. لكن ما اعتقدش ان اي حاجه ربنا خلقها خلاص كده فسدت وهلكت. لا، هيبقى في خليقه جديده. زي ما ادم وحواء كانوا مفروض يقودوا الخليقه نحو الله، ما عملوش كده، احنا هنعمل كده في المسيح. فهنبقى فينا القياده دي. واتفضلي. ايوه، تبقي شاطره لو قلتي اللي في بالي. عشان كده ولس الرسول قال لان الخليقه تئن وتتمخض. برافو عليكي، رمية 8. شاطره جدا. الخليقه نفسها تئن وتتمخض، مستنيه ايه؟ متوقعه استعلان ابناء الله، انه ابناء الله يتمجدوا. يعني ايه يتمجدوا؟ يظهر مجد الله فيهم للنهايه. يعني ايه؟ يعني لما يجي المسيح في ناس وسطنا كده، ناس عاديين هينوروا نورهم. يعني انا هبص جنبي الاقيه منور، انجاز التعبير، انا بقول رسم تصويري يعني. هبص كده على اسمك ايه؟ كاتي صح؟ هبص على كاتي الاقيها منوره واشوف نورها شبه نوره، فاعرف ان دي تبعه. الخليقه بقى ساقطه بعد سقوط ادم، ملعونه الارض بسببك. الخليقه ساقطه، فالخليقه مستنيه ان ابناء الله يستعلن النور فيهم تاني. ليه؟ عشان يقودوها نحو الله. يقول كده في افسس 1: يجمع كل شيء في المسيح، ما في السماء وما على الارض. يعني يجمع كل شيء كده بقى.
فهمتي؟ تربطي بقى رومية 8 مع افسس 1 مع تكوين 1 مع مزمور 8 مع اشعياء 52 مع دانيال 7. تقروا بس، اقروا الانجيل، اقروا. انتوا فاكرين نفسكم بتقروا الانجيل عشان حافظين متى 6؟ اقروا واربطوا وشوفوا الاباء فهموا الكلام ده ازاي. هتفرحوا وتكتشفوا انه احنا في غنى. ابونا تدرس يقول احنا في عز، احنا في عز بس مش حاسين بيه. عشان كده صعبان عليا ان انتوا انا اسف، سامحوني لو كنت شديت، بس عشان بحبكم. ربنا معاكم ونشوفكم بخير. لإلهنا كل مجد وكرام لانه الى الابد امين.